هالو everybody how are you؟ اهلا بيكم من جديد متابعين قناه مس انجليزي. ميعادنا النهارده ان شاء الله مع ابطال اولى ابتدائي، وهنكمل يونت 8 الوحده الثامنه ابطال منهج كونكت بلس 1. لو حابب مفيش حاجه تفوتك من شرح منهجنا وفيديوهاتنا اعمل سبسكرايب، اشتراك، الكلمه اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو، ما تنساش اللايك والشير. نبدا بسم الله. فيديو النهاردة عن زمن المضارع البسيط the present simple tense. زمن المضارع البسيط بيتكون من ايه؟ طبعا كلنا حافظين الضمائر بتاعتنا، الضمائر الفاعل اللي هي انا، اي، هو، هي، شي، غير العاقل، ات، وي، نحن، يو، انت او انتم، زي يعني هم. دول 7 ضمائر. طبعا دايما ال7 ضمائر دول بيتقسموا الى 4 ضمائر مع بعض. انا يعني اي، نحن يعني وي، أنت أو أنتم يعني يو، they يعني هم. I, we, you, they. ال4 ضمائر دول دايما مع بعض. مالهم؟ بيجي وراهم verb infinitive. يعني ايه verb infinitive؟ يعني الفعل في المصدر بدون أي إضافات. يبقى ال present simple tense زمن المضارع البسيط بيتكون من إيه؟ أول جزئية فيه أنا، I، نحن، we، أنت أو أنتم يعني يو، هم يعني زي، وحط معاهم أي اسم plural، أي اسم جمع. يعني اسم جمع يعني مثلا boys أولاد، girls بنات، children أطفال، kids أطفال، أي اسم جمع. I, we, you, they وأي اسم جمع بيجي معاهم الفيرب infinitive، الفعل في المصدر بدون أي إضافات. يعني الفعل ما ضفلوش أي حاجة، زي مثلا فعل اسمه play، يعني play يعني يلعب. طيب انما ال3 ضمائر اللي دايما مع بعض مين هم؟ هو يعني هي يعني شي، ات لغير العاقل، وحط معاهم الاسم السنجولار، الاسم المفرد. يعني اسم مفرد يعني احمد، منى، ريم، اي اسم مفرد دول مالهم بيجي معاهم الفيرب الفعل مع اس او اي اس. المهم ان الفعل بيتحط له في الاخر اس. زي ايه؟ لو انا هستخدم فيرب اسمه play هنا مش هستخدم بلاي، لا هيبقى اسمه بليز. وخد بالك الاس دي اسمها اس الفعل، محدش يقول لي دي اس الجمع. ليه دي اس الفعل؟ عشان ده بلاي ده فعل. اما يجي يديك examples امثله على ال present simple tense زمن المضارع البسيط، بيقول I help people. I help people يعني انا اساعد الناس. خد بالك ان I جي وراء الفيرب اللي هو الفعل ده help في المصدر بدون اي اضافات. ليه؟ لان I انا، we نحن، you انت او انتم، they يعني هم واي اسم جمع بيجي وراهم الفعل في المصدر بدون اي اضافات. انما الاكزامبل ده بيقول she يعني هي، she helps sick people. she هي helps sick people يعني هي تساعد المرضى. خد بالك ان she جي وراه الفيرب ماله الفيرب بلس اس، مش she بس، لا ده هي، she، it واي اسم مفرد بيجي معاه الفيرب بلس اس، يعني الفعل اخره حرف الاس، والاس هنا هنسميها اس الفعل. امتى نضع للفعل اي اس؟ طبعا احنا بنضع للفعل حرف الاس بس في حالة الافعال العادية، بلاي بلايز، هيلب يساعد تبقى هيلبس. انما نضع للفعل اي اس الفعل امتى؟ عندما ينتهي الفعل بحرف الاس او دبل اس، احفظهم معايا، او سي اتش او اس اتش او اكس او او، ساعتها هنحط للفعل اي اس. ما ينفعش ان احنا نحط للفعل اس. هعيد تاني، امتى نضع للفعل اي اس؟ بنضع الفعل اي اس امتى؟ عندما ينتهي الفعل، يعني الفعل اخر حرف فيه يبقى اس او دبل اس او سي اتش او اس اتش او اكس او او، ساعتها هحط للفعل اي اس. طب خد الاكزامبلز، خد الامثله دي. بيقول watch طبعا كنا عارفين watch يعني يشاهد. I watch TV أنا أشاهد التلفزيون، يشاهد watch. طب أنا عايزة أستخدم watch دي مع he she it وأي اسم مفرد، يبقى أنا لازم أحط له اس. لا بس الفعل ده مش هتحط له اس، الفعل ده هتحط له اي اس. ليه؟ لأن الفعل ده آخره سي اتش، أهو الفعل آخره سي اتش، ساعتها أنا أحط له اي اس. طب عندي يذهب يعني go، يذهب يعني go، اخره حرف الاو، اهو ادي حرف الاو موجود من ضمن الحروف اللي فوق، يبقى انا هحط الفعل اي اس. طب عندي فعل تاني اسمه wash، يغسل يعني wash،
wash. اخر حاجه في wash اس اتش اهو، ادي الاس والاتش، ساعتها احط للفعل اي اس. يبقى تاني نضع للفعل اي اس في اخره امتى؟ عندما ينتهي الفعل باس او دبل اس او سي اتش او اس اتش او اكس او او. يلا بينا نحل براكتس صغير على زمن المضارع البسيط. السؤال بيقول choose I. ركز كويس جدا في السبجكت، في الفاعل هنا. انا عندي I، انا طبعا احنا كنا شرحنا قلنا I they we you او الاسم الجمع لازم يجي وراها الفيرب infinitive. يبقى هنا طالما I موجوده هختار معاها like، الفعل في المصدر بدون اي اضافات. طب هنا he teach يعني هو يعلم، ولا he teaches children أطفال؟ طبعا احنا أخدنا القاعدة بتقول إن he she it والاسم المفرد بيجي معاهم الفيرب بلس اس أو اي اس، يبقى هي هنا هختار معاها teaches هو يعلم. طب a baker كلنا عارفين baker يعني خباز، وده اسم مفرد، الاسم المفرد يبقى الفعل معاه اس، يبقى a baker makes bread and cakes يعني الخباز بيصنع الخبز والكيك. السؤال اللي بعد كده firefighter يعني او الفاير فايترز اللي هم رجال المطافي. خد بالك ان الفاير فايترز دي اسم جمع، والاسم الجمع لازم يجي اهو، الاسم الجمع اللي هو البلورال لازم يجي معاه الفعل في المصدر. يبقى الفاير فايترز help people بتساعد الناس. اخر سؤال هي قلنا هي it والاسم المفرد الفعل معاه اس، يبقى هي looks after animals يعني هي بتهتم او تعتني بالحيوانات. بما ان الدرس بيتكلم عن jobs الوظائف وكل وظيفة ايه عملها، فاحنا هنقرأ الجمل المهمة دي. اول جملة معايا a baker يعني خباز. طبعا الخباز شغلته ايه؟ makes bread and cakes. a baker makes bread يعني يصنع bread الخبز and cakes والكيك. طب الوظيفة التانية a nurse ممرضة يعني nurse الممرضة بتعمل ايه؟ looks after يعني بتهتم بيه. خد بالك ان nurse جت وراها الفعل في اس عشان ده اسم مفرد. a nurse ممرضة looks after تهتم بيه، looks after sick people. كلمة sick people احفظها يعني المرضى، الناس المرضى. a nurse الممرضة looks after sick people بتهتم بالناس المرضى. الجملة اللي بعد كده a dentist طبيب الأسنان. dentist لو مش حافظها احفظها معايا. dentist طبيب الأسنان. checks يعني يفحص. teeth أسنان. a dentist checks teeth. فعل كمان he gave a service يعني هو بيعطي خدمة، هو بيقدم خدمة. he is a firefighter يعني هو رجل المطافي. الجملة اللي بعد كده he makes goods يعني هو يصنع البضائع. makes goods احفظها معايا، يصنع بضائع. كلمة هنا goods معناها بضائع. he makes goods يصنع البضائع، يبقى he is a carpenter هو نجار. he is a carpenter يعني هو نجار. they give a service يعني هما بيقدموا خدمة، يبقى they are doctors هما أطباء. I give a service يعني هو بيقدم خدمة. I am an engineer أنا مهندس. they make goods يعني هما بيصنعوا بضائع. they are chefs يعني هما طهاة أو طباخين.